بارك الله فيكم. يقول السائل أو يريد السائل نصيحة للشباب الذين يتلاعبون بعواطف النساء. هذا من جنس السؤال الأول. كنا نقول وما زلنا أن الإنسان إذ لم يستصحب عظيم قدرة الله ونقمته سيتمادى في هذا، فليعلم كل أحد أن الله قادر على أن ينتقم ممن تؤذيه، ينتقم لمن تؤذيه. وأحيانا يغفل بعض الشباب عن ربط الأشياء بعضها ببعض، وأنا لا أريد أن أخوفهم أكثر، لكن ترى أكثر ما يصيب الناس من عاهات أو من عدم توفيق أو ما إلى ذلك في بعض أحواله ناجم عن ذنوب اقترفوها وتسلط على عباد الله، خاصة على المؤمنات الغافلات أو حتى غير الغافلات التي انتهز ضعفها وعجزها وتعلقها به فساقها إلى المكروه مكرهة، أو أنه أخذ يساومها بما يملك من شواهد لديه عليها. هذا من اللؤم بمكان، وأمثال هؤلاء قلما ينجو من غضب الله وانتقامه وقدرته. ونحن نقول مرارا إنه أسوأ أحوال العبد أن يغيب قدرة الله، وأنا سأعيد هنا خبرا قلته مرارا لكنه قد يصلح شاهدا في مثل هذا الحال، وإن كان هذا ذكرته مرارا. قلنا كان في بلادنا في منطقة القصيم قبل 60 عاما تقريبا كانت أكثر بيوت الناس من طين، ثم هطل مطر متوال أيام متعاقبة، فأكثر الباعة لم يستطيعوا أن يأتوا أماكن بيعهم، لأن البيوت والمحال التجارية من طين، مع وفرة المطر لا الأرض تعين على المشي ولا المحل التجاري يعين على أن يفتح. المهم حال المطر بين الناس ما بين تجارتهم. فأحد التجار يعلم أن أحد الناس لديه مال، كان يومئذ جنيهات توضع في صرة، فذهب إليه يقترض. دخل عليه وجده مريضا علة عارضة، وقال له: يا فلان أقرضني حتى أعود وأفتح محلي، ثم إذا ربحت عدت إليك. فالرجل يعرفه فقال: أبشر. وهو على عجزه وضعفه من تحت وسادته أخرج صرة فيها جنيهات وأعطاه ما يريد، 2 3 4 أخذها. هذا الذي أخذ وأراد أن يقترض طمع في باقي الصرة وغدا ذهب. جاء الليل بظلامه، دخلت المرأة تبيت عند زوجها وعندهم طفلة صغيرة. البيت غرفة وفناء، الفناء غير ذي سقف، والمطر يهطل لم يتوقف. هذا الذي اقترض جاء يريد أن يسرق وقد بيت أمرا. نقول لهذا الشاب الآن: راقب صنيعه وراقب صنيعك وانظر إلى قدرة الله. فجاء الرجل وحمل الطفلة والأب والأم نائمان ووضعها في وسط الفناء. الطفلة مع المطر استيقظت، صرخت، صاحت. الأم قامت، هو كان يريد أن الأم تقوم إلى بنتها، فلا يبقى إلا هذا المريض فيأتي هو ويأخذ المال مقنع لا يعرفه، وظلام الليل ويمضي. لكن الأمة لم تقم وقالت: إن الطفلة لا تملك أن تحبو حتى تصل إلى الفناء، وأن أحد الماء حملها، فخافت وأخذت تقنع زوجها على مرضه أن يذهب معها. أمام إلحاحها قام الزوج، قام الأب، قام المريض متكئا عليها حتى تطمئن، وهو يسمع صياح ابنته. خرج الاثنين من الغرفة، خرج إلى أين؟ إلى وسط الفناء حتى يطمئن على الصغيرة. هذا السارق، هذا المبيت المكر، الآن هي جاءته أحسن مما يتوقع. هو أراد أن تخرج المرأة فقط، إذا بالرجل والمرأة يخرجان، إذن بالنسبة له حقق أعظم مما يريد، لكنه نسي الأمر الأعظم وهو قدرة الله. ثم دخل وهذان بعيدان لم يعلم به أصلا، والليل مظلم. رفع الوسادة، أخذ الدنانير في يده، قبل أن يخرج سقط سقف الغرفة، سقط عليه ومات تحته. فنجى الله
المرأة والزوج والفتاة. تنادى الناس، قام الجيران أخذوهم إلى المنزل، إلى أقرب دار، قالوا إذا أصبحنا يخلق الله ما يشاء. أصبح الناس، قل المطر، ظهرت الشمس، بدأ الناس يبصرون، أتوا إلى البيت هم مطمئنون أن أحدا لم يمت، لأن العائلة كلها ثلاثة. أتوا إلى الغرفة للاطمئنان على المتاع، فإذا به عياذا بالله ميت والدنانير في يده. نسي الله فنسيه. أي أحد يأتي لمسلم يبيت له مكرا مثل هذا، موظف ناجح يحسده أحد رؤسائه أحد زملائه، يبيت له مكيدة ويجلس أياما يشابر زيدا وعمرا ويتهللان إذا نجح. لكن هو لو أن الأمر ينتهي إلى هذا الحد كل الناس مكر بعضهم لبعض. لكن السؤال كما قال الصالحون قبلنا: أين الله؟ كل من أراد أن يقدم على عمل يراقب الله قبل أن يقدم على عمله. ومعلوم لشريف علمكم والله ما منع الصالحين أن ينتقموا لأنفسهم إلا خوفهم من الله. والله يقول: ولمن خاف مقام ربه. وهذه الآية منعت كثيرا من الصالحين عن أمور كثر، سواء مع خصومهم أو مع ما ترغب فيه أنفسهم، لكن أحجم بهم قصر بهم قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم.